في ناس أول ما تدخل مكان الكل بيلتفت ليها من غير ما تتكلم، من غير ما تبذل مجهود. حضورها طاغي، مش أحلى حد ولا أغنى حد، بس عنده حاجة بنسميها كاريزما. تعال أقولك إزاي تخلق الجاذبية دي، مش بس في نظرة الناس ليك، لا، في نظرتك لنفسك قبل أي حد. لو أول مرة تسمعوني، أنا نوران مدكور، وده بودكاست طاقة. تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة واكتبوا لي كلمة حلوة. كتير بنخلط بين الجمال والكاريزما. الحقيقة الجمال يشد، بس الكاريزما أقوى ب100 مرة من الجمال. الجمال ممكن يلمع لحظة، بس الجاذبية الحقيقية بتسيب أثر دايما في ذهون الناس. والمفاجأة، في ناس شكلها عادي جدا بس عندها هيبة رهيبة. ضحكتهم ليها طعم، كلامهم ليه وزن. ليه؟ عشان هم مرتاحين في جلدهم، مش بيمثلوا ومش بيحاولوا يرضوا حد. ودي أول خطوة للكاريزما، إنك تكون أنت من غير ما تستأذن العالم. الناس بتحس بالطاقة قبل ما تسمع الكلام. لو داخلك مليان توتر، نقص مقارنة، ده بيبان حتى لو لبسك غالي وكلامك حلو. ولو جواك سلام، رضا، ثقة، الناس بتحس بده حتى لو قاعد ساكت. كاريزمتك بتتغذى على الهدوء اللي يقدر يسيطر على أعصابه ويقدر يسيطر على حضوره. الوعي بالنفس، لما تبقى فاهم نقاط قوتك ونقاط ضعفك ومش بتخاف منهم ومصدقهم. الصدق، لأن الناس بطلت تتشد للمثالية، بقت تتشد للصدق أكتر. عايز تبقى جذاب؟ خد دول. اتكلم بهدوء، الناس بتسمع اللي واثق مش اللي بيزعق وصوته عالي. 2، خلي عندك فضول تجاه اللي قدامك. اسأل، اسمع، ركز. اللي بيخلي الناس ترتاح لك مش إنك تتكلم كتير أكتر منهم، لكن إنك تسمع بصدق. ما تبقاش متجاهلهم وماسك تليفونك وهما بيتكلموا. خد بالك من لغة جسمك، ظهرك مفرود، عينيك في عين اللي قدامك، وحركاتك بسيطة. 4، ما تتكلمش عن نفسك كتير ولا تهاجمها كتير. الناس بتحب اللي عارف نفسه، مش اللي طول الوقت بيشحت أعجابهم. 5، اختار سكوتك زي ما بتختار كلامك. في لحظات سكوتك بيكون أقوى من أي جملة. في النهاية، كاريزمتك مش علشان الناس تحبك، كاريزمتك عشان تفتكر انت قد ايه ليك قيمة. مش لازم تكون مشهور ولا مؤثر ولا حتى محط الأنظار كلها، لكن لازم تبقى مؤثر في اللي حواليك، ولو حتى بكلمة، بنظرة، بسكونك. افرض وجودك مش بالفرض، بالحضور. وما تنساش، الناس بتفتكرك مش من شكلك لكن من إحساسهم لما كانوا حواليك. عايز تبقى جذاب؟ خليك صادق، خليك رايق، خليك انت، بس النسخة اللي بتحبها من نفسك. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة واكتبوا لي كلمة حلوة.